الفراخ المتحمره. بصوا المؤشر وصل لفين. انا بعمل كده عشان انا عندي ما شاء الله الفرخه كبيره، فانا هعمل كده في فيديوهات يعني. طبعا بصي بقى وصل الفرخه انا منضفاها ما بقاش فيها ميه، وهديها التحميره دي. استني نجيب التحميره الاولانيه. تمام، وما اقلبهاش خالص، بتك عليها كده. ممنوع ان انا احط فلفل من بره. الفلفل لو انا حطيته من بره هي ايه، هيخنقني، هيتفاعل مع السخونيه يخنقني. انا بحطها كده. الفلفل والملح والليمون، بصل مبشور ناعم حطي جوه، بره لا. تمام، بحطها كده والتكه جامد، ما اقلبهاش الا لما احس انها اتحمرت، هي لسه شويه. كمان شرحت اديت له ضربتين كده جنب عشان هي تعرفي توقفي الفيديو بعدين ترجعيه. الفرخه اهو، بصوا التحمير عامله ازاي، كاني عامله بالظبط في ايه، في سمنه. اي حد يبص عليك بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه. لا وبعدين مش معروف بس كده بقول دي بتقطع اي حسد على اولادك على بيتك. واحده كده حاسه انها مش كويسه فعلا. بصوا التحمير عامل ازاي، كأن سمنه وزيت وحاطه نزلت دهونها. ده انا جوزي ينبهر. بصي ان هو محطوطه يعني دهونها فيها. ايوه، واللحمه على فكره نفس الكلام، يعني اللحمه اللي هي الستيك، الكباب الحله، حطي وحمري وقلبي. الستيك بقى انا عندي ستيك بعمله من غير توابل خالص، من غير توابل خالص. ولما يطلع بقى رش عليه، وترش عليه، او انت عايزه تتبليه اعمليه برده. بس لو انت عايزه برده تشويه، يديكي شوي. لو عايزه تحمير من غير حاجه خالص في الشوايه برده يمين وشمال. انما عروس الاواني بتديك التحمير اللي هو ده. ايوه ده زي بتاع، لان ده بحمر من غير سمنه وزيت، من غير دهون خالص. كباب الحله رائع فيها، رائع. بحط اللحمه اصدر يمين وشمال اتحمرت، اغطي شويه وافتح واحط البصل بتاعتي. بقى الوك ممكن برضه، الوك ممكن بس يعني اعملي في الشوايه. لان بصي الوك ما يديكيش تحمير اللي هو، لان قاعدته هتديكي حته دي بس. قاعدته عشان صغيره وهو ايه خالي من فوق كده. انما اي حاجه فلات كده تديكي تحمير اكتر وتديكي نتيجه احسن. اعملي في الشوايه، انت عندك الشوايه. ما كباب الحله على فكره مش هتقول لك لا. ماشي، بصي ما اقلبش برده اليمه الثانيه لما اتاكد ان انا اتحمرت. باي باي. هنقلب اهو الفرخه. بصوا التحمير برده الضغط اهي، ونحطها بقى كده، نسندها شويه عشان تتحمر الايه، الورك اهو، ونسيبه كده شويه عشان ايه يتحمر. بصي الدهون قد ايه من الفرخه، ولسه ما حطيتش اي حاجه. تخيلي انت بقى وانت بتعملي ايه، بتحطي دهون مع كمان الفرخه. طبعا يعني هيعمل قيمه غذائيه راحت خلاص. بصي السمنه قد ايه، واعمل كده اهي. لا لسه شويه، عايزه تاخد اللون اللي هو الحلو بتاعنا ده كده. تحسي ان هي كانك انت هتاكليها، انها استوت. احنا شعب بنحب ناكل بعينينا بالظبط. مش ببقنا. الترابيزه بتتحرك. هي الفرخه كمان بتتحرك، خلاص الدهن بتحلقها. بس بقى في نفسها حلوه. مش مشكله. بصي هنجيبها تاني بقى على صدرها تاني، اتحمرت تاني من كل يمه. هنجيبها على صدرها تاني عشان تستوي، يعني تخش في السوا. وهجيب الغطا واغطيها شويه قيمه بالظبط، يعني هصبر كده 5 دقايق. مجرد انها تخش في السوا شويه هفتح تاني واقوم حاطه الخضار واكمل السوا. دلوقتي احنا شلنا الفرخه. بص الصوص اللي نازل من الفرخه قد ايه. تمام، هحط البصل اهو، انا مقطعاه اهوت شرايح كده، ملح وفلفل من غير سمنه ومن غير اي حاجه اهو. هاخد بيه الصوص كده اهوت، احمر بيه. انا اصلا عامله قصدا ان انا اقطع البصل كبير والخضار كبير، هتشوفوه دلوقتي اهو. بصوا ياخد من صوص الايه، الفراخ، واحط معاه
هقطعها في صوص توم كام فص كده يديلها طعم برضو اهوت، احطه معاه. يا سلام بقى الروزماري الجميل اهوت برضو بيدي طعم حلو قوي للاكل. تمام. هحط اهو كوسه وبصل وبطاطس وفلفل الوان اهو. طبق خضار اظن مفيش احلى من كده. انت بتاخديه بكام بقى بره ده؟ بمبلغ وقدره. فانا بقطع الكوسه كبير عشان تبقى بقيمتها والجزر والبطاطس اهو. اعمل بقى، عايزه على فكره ممكن ما تعمليش جنبيه رز ولا مكرونه ولا اي حاجه لان كفايه الخضار قوي. يعني عارفه لما تاخدي كده خضار وشويه مثلا وحته من الفرخه خلاص. انما مثلا عايز تعملي جنبيه يبقى جنبيه رز بسمتي تحفه برضو، يبقى جميل قوي. يبقى بولة رز بسمتي زي اللي بتاكليه بره بالظبط في المطاعم اهو. انا حطيت كله على بعضه واعلي النار اهي عشان مش عايزه الخضار يجيب لي ميه، انا عايزاه يبقى بقيمته. بصوا لو تاخدوا بالكم انا ما نقعتش الخضار في ميه عشان